بعد ما كانت بغداد أجمل عواصم الدنيا بتلمع في عيون البشر بأنهارها وجناينها ومبانيها اللي كان يشهد لها الزمن، اتقلبت في أيام لتلال من الجثث وأنهار من الدم. بيوت العلم اللي كانت قبلة لكل طالب معرفة وكان نفسه يتعلم من المراجع والكتب النادرة اللي موجودة فيها بقت عبارة عن محرقة. الأسواق اللي كانت مليانة من كل خيرات الدنيا بقت عبارة عن شوارع فارغة تخاف تمشي فيها. المساجد والمعمار اللي كان يشدك بجماله من أول مرة تشوفه فيها اتحرق واتكسر وتحول لأنقاض. حتى نهر دجلة اللي كان صفى مياه وبيعكس حياة الطرف والغنى بقى لونه أحمر من كتر الدم واسود من حبر الكتب اللي اتحرقت واترمت فيه. المغول لما دخلوا بغداد قتلوا الرجال والنساء والشيوخ والأطفال وحتى الرضع، لدرجة إنهم كانوا بيشقوا بطون الحوامل علشان يقتلوا الأجنة، وسابوا المدينة بعد ما اتملت بدخان الحرايق وريحة الموت، بعد ما عملوا أكبر مذبحة شافها التاريخ.